السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في اقتراح جديد، لكن من قبل نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إذا اقتراحنا لهذا اليوم غيكون حلوة دوازتاي، حلوة اللي ساهلة بزاف رخيصة، كتحضر كمية كثيرة، مكوناتها متواجدة في كل بيت. ان شاء الله تتبعوا الفيديو الى الاخير، اكيد غادي تعجبكم الوصفه. ولا كنتم زوار جدد اول مره كتكتشفوا القناه، كنطلب منكم انكم تشتركوا، كذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فاذا ما نطولش عليكم، نمشيو مباشره نكتشفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. فبسم الله على بركه الله. غادي نبدا في المكونات، كنقدم فيهم في نفس الوقت كنوجد في الوصفه ديالي. فاول شيء عندنا هي الزبده، 250 غرام زبده اللي غتكون بحراره المطبخ. استعنت بالزبده ديال البواطه اللي كتكون يعني سهله في الخدمه ديالها، وكتكون لينه وكذلك كتجي زوينه في هذه الحلوه هذه. بالاضافه الى سكر صقيل او سكر كلاصي اللي غنوضعوا كاس ونص. من الاحسن يعني لو نغربلوه باش ما يبقاوش فيه هذوك الفتيتات او هذوك الكويرات اللي كيكونوا. وكنستعملوا دائما بالايد ديالنا وكنبداو نخلطوا الخليط الاول اللي هو ديال الزبده مع السنيده اولا مع السكر الثقيل، وكنخلطوه بشكل جيد. يعني الا ما توجدش السكر الثقيل نقدروا ناخذوا غير السنيده ونطحنوها واحد شويه ونخدموا بها حتى كتولي لنا الخليط على هذا الشكل هذا، عجينه وحده. ثم كنوضعوا الكاس ديال الزيت مع الزبده ومع السنيده. ما كنديروش يعني البيض في المره الاول، يعني البيض غنخليوه مور هذه المرحله هذه حتى كنتاكدوا تماما ان الخليط ديالنا راه ولا متجانس ولا خليط واحد، ما بقاوش الكويرات ديال الزبده. عندنا 2 حبات من البيض. هكذا غادي نوليو نخلطوا مره واحده اخرى البيض حتى كيتجانس تماما مع الخليط وكيولي لنا خليط واحد. ثم كنبداو نضيفوا الباقي ديال المكونات. دائما كنتاكدوا بان الخليط ديالنا راه مخلط يعني مع بعضياته، ما بقاوش عندنا الفراغات ما بيناتهم. غادي نديرو هنا واحد الفلون ديال الكراميل كيجي زوين في هذه الحلوه هذه وكيعطي واحد المذاق رائع. شاصيه وحده، غير هذا، غير شاصيه صغيره اللي كدير درهم ونص. ثم غندير الكاكاو، شاصيه صغيره ديال الكاكاو، اولا نقدروا نديروا معلقه صغيره مع مرش غير باش يعطينا هذاك اللون، لان الكراميل ما غيعطيناش اللون في الحلوه. وهنا عندنا شاصيه وحده من خميرات الحلويات كتكون كافيه، لان ما بغيناش الحلوه ديالنا تنفخ بزاف. مره واحده اخرى غادي نحاول نخلط العجين بشكل جيد حتى غيولي لنا خليط واحد. نتاكدوا جيدا ان هذاك الكاكاو راه تخلط، ما بقاش فيه الكويرات، وكذلك النكهه ديال الكراميل او الفلون ديال الكراميل. الا كانت عندنا النكهه نقدروا نستعملوها بلا ما نستعملوا الفلو، اولا نديروهم حتى بجوج كيجينا المذاق ديالهم زوين بزاف بزاف. صافي كنخلطوا دائما غير بالايد، ونقدروا حتى نديروا حتى الخلاط الكهربائي تا نقدروا نخلطوا بهذا الخليط هذا. ثم غادي نبدا في هذه المرحله هذه غنوضع الدقيق بالتدريج. بالنسبه للكميه ديال الدقيق فانا وضعت قدامي كيلو من دقيق الفرص اللي مغربل، وكنبداو نضيفو دائما بواحد الملعقه كميه بكميه، يعني الى حين نوصلوا للقوام المناسب. نحاولوا دائما ما نصبوش الدقيق دفعه واحده، يعني المره الاولى غادي نخلطوا العجين ديالنا حتى نوصلوا للعجينه اللي رخوه مازال ما تجمعاتش كامله، يعني ما نخليوش تجمع كلها، باش نوضعوا المكون الاخير اللي هو الفيرميسيل او شعريات الشكلاط اللي كانت عندي في المجمد، باش تبقى محافظه على العبار ديالها ما تذوبش لينا، لان الحراره في المطبخ فما نخليوهاش قدامنا حتى نبغيوها نستعملوها عاد نجبدوها من المجمد باش يبقاو هذوك الحبيبات ديالنا ديال الشكلاط يكونوا محافظين على القوام ديالهم وعلى المكان ديالهم لما نخلطوهم. بس الوقت شفتوني اني خليتها حتى لاخر مرحله باش تبقى في المكان ديالها ما تذوبش لينا الا درناها في الاول مع المكونات الاولى. وبالحراره ديال الايد والخلط من طبيعه الحال غادي يذوب لينا هاد الشكلاط. ثم كيف ما لاحظتوا انني زدت شويه ديال الدقيق، تقريبا واحد الملعقه حتى 2 معالق كبار ديال الدقيق، وعاود جمعت العجينه لان كانت مازال شويه مرخوفه، مازال خصها شويه ديال الدقيق، وبديت كنعجن فيها اولا غير كندخل فيها هذاك الدقيق لان ما نعجنوهاش مزيان باش هذاك الشكلاط اللي درنا او شعريه الشكلاط ما تذوبش لينا مع العجين.
غير كنبداو نجمعو من التحت للفوق دائما حتى كنتاكدوا ان هذاك الكميه اللي درنا ديال الدقيق راه تجمعت وحصلنا على واحد العجينه اللي القوام ديالها هو هذا. كتشوفوا القوام ديالها رطب، يعني ما تكونش عجينه عندنا مرخوفه بزاف، ما تكونش كما قلنا قاصحه. صافي مباشره غادي نبدا في التشكيل ديال العجين ديالي. خديت واحد الكميه من العجين، غير واحد شويه على الشكل هذا، وفي سطح العمل بدون ما نستعملوا لا بزيت ولا بدقيق ولا بتا شي حاجه، غير هكذا كنبداو نحربلو هذيك العجينه حتى كنحصلوا على واحد القطعه او واحد اللي بودا بحال هذا الشكل هذا، اللي يكونوا رقاقين يكونوا طويلين باش نقطعوهم او نشكلوهم من بعد ويجينا الشكل ديالهم زوين، وفي نفس الوقت نسهل علينا العمليه ديال الاشتغال ديالهم، ما تاخذش منا حتى وقت طويل. كيف ما لاحظتوا معايا من بعد ما شكلتهم خديت هكذا سكين وبديت كنقطع الاحجام اللي تكون متساويه. لا خفنا اننا ما جيناش عبار واحد نقدروا نستعملوا بوحده ونبقاو ناخذوا عليها العبار ديال كل وحده، هكذا كنسهلوا علينا الخدمه. وصافي من بعد كنحاول ان شويه نشكلها باش تجيني على شكل ديال اسطوانه، ما تبقالناش هكذاك بحال المستطيل، ولكم الاختيار دائما في الترتيب ديالها او الطريقه اللي بغيتو نتوما تحضروا بها هاد الحلوى هادي. بالنسبه لصينيه الفرن فاحنا دهناها بالقليل، واحد دهنه خفيفه ديال الزيت كيف نقدروا نستعملوا بورق المطبخ او ورق الفرن، وهكذا كنبدا نستف الحليوات ديالي. نحاولوا نبعدوهم واحد شويه لان غادي تبدا يعني غادي ما تبقاش محافظه على نفس الحجم، غادي تزيد تكبر شويه غير شويه. كنبعدوهم على بعضياتهم ونستفوهم كما كتشوفوا معايا في صينيه الفرن. ثم غادي نشعلوا الفران، يعني حتى نكملوا كل شيء عاد نشعلوا الفران اللي غادي يكون على 180 درجه، يعني نديروا اقل يعني درجه الحراره باش كيطيبوا لنا على المهل ويطيبوا من الداخل، ما يبقاو لناش خضر، ما نجهدوش ابدا الفران، ونطيبوهم الطياب العادي من التحت ثم نطيبوهم من الفوق مباشره. يعني من بعد ما وضعتهم في الفران يطيبوا خديت واحد المقلاة اللي غنوجدوا فيها طبعا الكراميل او التعليكه اللي غادي نفندوا فيها، وضعت لها مقلاة اللي درتها على نار مهيله بزاف، وضعت كاس ديال السكر سنيده اللي ما خويتوش كامل، وضعت غير شويه ديال السكر منه هذاك الكاس، يعني مره كنخوي غير بشويه. كل ما بدات كتذوب لينا السنيده كل ما كنضيفوا كميه بكميه، وحنا دائما على نار مهيله بدون ما نحركوا المقلاة باي اداه، يعني حتى كنشوفوا ان كل شيء راه داب، السكر سنيده راه دابت كامله، عاد نقدروا نحركوه بواحد المعلقه ديال الخشب كيف ما كتلاحظوا معايا. يعني مره كنضيفوا شويه السنيده هذيك الكاس حتى كنكملوه، هكذا كنسهلوا العمليه ديال الذوبان ديالها. ثم ما كنشوفوها يعني دابت عاد كنبداو نحركوا فيها واحد المعلقه ديال الخشب، وغادي نطفيو في هذا الوقت هذا النار على هذا الكراميل. يعني من اكيد اننا خصنا نطفيو العافيه، وندير نص كاس ديال الماء اللي دافي ونطفي به هذا الكراميل هذا، ثم نشعل عاوتاني مره واحده اخرى العافيه اللي تكون مهيله بزاف، وبالتحريك المستمر حتى كتذوب ليا تماما هذيك القطع اللي كتقصح، يعني ما تخافوش منهم. ثم كان بعد ما كنتاكد تماما ان كل شيء راه داب كنرجع ندير قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وكذلك عندنا معلقه كبيره ديال الزبده، وحنا دائما بالتحريك حتى كتذوب لينا الزبده. ثم عندي هنا ياغورت طبيعي، تقدروا ديروا حتى الياغورت كريمي اللي تواجد عندكم. المهم اننا درنا واحد الحك ديال الياغورت طبيعي، وغادي نخلطوه جيدا مع هاد المكونات هادو، ونخلطوه مع الكراميل حتى كنحصلوا على واحد الكريمه سائله اللي غادي نخليوها على جنب حتى غادي تبرد. وصافي غادي تشوفوا انها جاريه، ولكن ما تخافوش منها، غير تبرد غادي تشد راسها وغادي تبدا تجمع، وحنا ما بغيناهاش تكون يعني الكريمه ديالنا مجموعه بزاف لان غادي نفندوا فيها. فالا كنتو باغيينها تلصق فتقدروا توضعوا فيها معلقه صغيره ديال النشا مع ديك الماء وتخلطوا بها، هكذا غادي تقصح لكم اكثر. فانا ما بغيتهاش تكون قاصحه بزاف كيف ما لاحظتوا، بغيتكم القوام ديالها اللي خاطره واحد شويه بحال القوام يعني ديال المربى. ثم عندي الكوك، وغادي ناخذ مباشره نبدا في التشكال ديال الحلوه ديالي اولا في التزيين ديالها، وغادي نبدا نوضع كميه في هذيك الزليفه اللي فيها الكراميل، وبواحد الشوكه غنهز كل حبه على هذا الشكل هذا،
ونستقطرها مزيان مزيان، لان حنا رحنا وضعناها في الكراميل، خليناها يعني ماشي بزاف، ولكن كل ما كنبداو نصايبو كنديرو كميه بكميه، وهي بسرعه كتشرب هذاك الكراميل وكيدخل فيها لداخل وكيرطبها مزيان. فاذا ما نخليوهاش وقت طويل. نبدا هكذا كما كتلاحظوا معايا، نجبد بهذيك الشوكه كل كميه وضعت، ونمشي مباشره للكميه الاولى اللي في الكوك، وغادي نفندها في الكوك وندورها يعني من الوسط ومن الاطراف ومن جهتين حتى كتلبس تماما بهذاك الكوك. نداو دائما الكوك ما كنضعوش كله، كنوضعو كميه بكميه حتى كنحتاجو عاد نرجعو نزيدو، لان كلشي غادي يتوسخ لنا بهذاك الكراميل وغيبقى يلصق لينا. هذا علاش يعني نديروه شويه بشويه حتى كنشوفوا راسنا محتاجين عاد نرجعو نزيدو شويه في هذاك التبصيل. صافي هكذا كنبدا نمرمدهم مزيان وكنوضعهم قدامي في واحد الصينيه او صينيه الفرن ولا اي حاجه قدامنا اللي نقدروا نستفوا فيها هاد الحليوات ديالنا وحده على وحده. ثم غادي نستمر انا بتشكيل الحلوه ديالي بنفس الطريقه، دائما كنوضعوها في الكراميل ونوضعوها في الكوك. فبالمناسبه اللي بغى يدير المربى فهو يمكن ليه يديرها فقط، يعني يقدر يزيد معاه شويه ديال الجلوكوز، واحد المعلقه صغيره ديال الجلوكوز، ويسخنهم شويه عاد تقدري تديريه يعني بلاصه الكراميل باش كيشد مزيان راسو وكيجي المذاق ديالو كذلك حتى بالمربى كيجي لذيذ بزاف. هاد الحلوه هادي كتجي بحال ريش بوندا، ولكن هذه مختلفه شويه لان فيها الكراميل داخل فيها الشكلاط، هذا علاش يعني مختلفه. حتى ملي فندناها يعني في الكراميل فجا المذاق ديالها مختلف تماما وكتجي رائعه جدا. صافي من بعد ما استفتهم كاملين في صينيه على هذا الشكل هذا، يعني الكميه اللي عندي كملتها وضعتها قدامي كامله، خليت واحد البلاستيكه اللي وضعت فيها الشكلاط ودرتها في الماء سخون وخليتها قدامي حتى بغيتها، ودرت واحد الثقب صغيور في الراس ديال هذيك البلاستيكه، وبديت كندير الخطوط على هذا الشكل هذا. فلكم دائما الاختيار في الطريقه ديال التزيين، فهكذا غير واحد الخطيطات اللي رقاقين بزاف بزاف ودرتهم على هذا الشكل هذا. بالنسبه بعد ما كنخطوهم بالشكلاط بلا ما نديروها في الثلاجه، نخليوها غير على جنب تشد راسها، هذاك الشكلاط غير يبدا شويه كيشد راسو صافي ما تخافوش منه. ونوضعوها مباشره في الصينيه اولا في البواطه اللي غادي نخزنوها فيها، اولا في الصينيه ديال التقديم او صحن التقديم. المهم احسن من اننا نديروها في الثلاجه، لان هذوك الشكلاط رقيق بزاف مجرد ما كيبس كيبدا يتحيد. هذا علاش يعني توضع غير غير قدامنا على جنب بيد ما تشد راسها هاد الحليوه هذه. كذلك بالنسبه للصينيه الثانيه، يعني نحاولوا دائما كنزربوا بهذاك الشكلاط غير خطوط على هذا الشكل كيف ما شفتوا، فغير الشكل ديالها تماما وحصلنا على واحد الشكل مغاير وحتى المذاق كتجي فيها رائعه جدا. صافي هكذا غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. دائما كنخطوه، الا بغينا نديرو حتى الشكلاط ابيض نقدروا نديروه اولا نستغناو عليه، فلكم الاختيار دائما في التزيين، كل واحد حر يدير اللي بغى. فقط يعني كتبقى مجرد فكره تقاسمناها مع بعضياتنا. بالنسبه لهاد الحلوه فكتكون فتيه بزاف وكتكون رطبه وهشه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم واستحسانكم. كنشكركم على حسن المتابعه، الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.